وجهت والدة الشهيد ميشان ود محمد لمين ود الحبيب الذي استشهد الصيف العام الماضي خلال المواجهات التي شهدتها مدينة الداخل المحتلة نداء إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية من أجل الكشف عما تعرض له ابنها يوم اغتياله. وحملت السيدة عائشة بنت حميدة الدولة المغربية مسؤولية اغتيال ابنها متهمة إياها بإخفاء الحقيقة، وقالت بأنها تريثت بما فيه الكفاية إلى أن تتجمع لديها الأدلة الكافية بدانة الدولة المغربية. وقالت السيدة عائشة في تصريح مصور بأنها سكنت ابنها الوحيد بين 5 أبناء كلهم إناث عند خروجه للدفاع عن النساء والأطفال الصحراويين بعد الهجمات التي نفذها المستوطنين المسنودين من قوات الاحتلال. وأضافت بأن المملكة المغربية وخلافا لدعاياتها الكاذبة حول إعمار المناطق المحتلة فإن لم تقم سوى بنهب ثروات الإقليم ومحاولات تسجيل ثقافته وهويته. وتحدثت عن السموم التي ينشرها بين الشباب الصحراويين من مخدرات وغيرها، ووجهت نداء إلى كل أبناء الشعب الصحراوي للوقوف صفا واحدا للتصدي لمحاولات الاحتلال اليائسة، فبذلك بعد فشله في فرض الأمر الواقع. أنا عايش متحمية أم شهيدة وأني ما شاء الله والشباب عندي يوني هو واحد عند أخواته عندي وأبوه متوفي وأنا المشى من عندي قلت له العدو قلت له المغرب ماشي من عندي قال لي يوني عنه تلفت عليه قال لي أنا واحد عندك أنت يا قال لي ماشي ندافع على ولياتي نتفخ فيهم ودقوا ديارهم لا يخلى لهم مش ماشي ندافع ماني رقدت عند الزر كنت مقعد وماشي قال لي واقف يجري يوم ماشي يستشهد وسبحان الله اللي نهارين قاعد سولت ولا تلفنت قدر العاتمة وضركاتي قرانين دور ماني سامحة في ودي ولا ني سامحة في حق ودي ولا نفسي في حق هو مثير وكمثير الشهداء اللي استشهدوا ساب كامل قضية على الصحراء والموت اللي هي خالقها الحمد مولانا اللي مات على الزعامة وعلى الشهادة وعلى الدفاع عن الشعب وعن الوطن وعن أرض وعن ما هو ميت يسرق ولا يرضع ولا سكران ولا معدل شي خاسر دينه زين وصلاته زينة وصقير وعاقل ومرحبان وسخي وكان في ذاك نعرفانا فيه وسامح حاله وما في علم الله. اليوم مش يوني قتلوه علي خلاوني قاعده انا ومنياتي بلا بوهم متوفي ومنتي سابقوا داروا لها دقه في الرباط جاتهم قوطره يبدا صك دقوها البنج داروا البنج انا ماني حاضر ما من حقهم يدروا واليوم راني طالبه حق وهذا كامل كيف مثل الشهداء وكيف الساعه دم الخبطوا واحد بيشحموا البرده خبطوا جندي وخلاها مقط تشهد حتى هو يبين لا كيف هو عندي انا كيف هو عند موسيقي واليوم رانا رافعين امر شاكي لله تبارك وتعالى والشاكي لهم ولي عدت لنا تقمعنا وتلفخ فينا ما سيعنا انت مو ساكتين احنا زماننا ساكتين حق ما انا جايين حد ولا انا ظالمين هم الجايين وقاسين. اليوم رانا متضامنين مع الشعب الصحراء ومع الجبهه الشعبيه ومع ناس وندورهم ولي الناس كامله تتضامن الصحراء كامله توقف تعرف عن اللاشم الكذيب هون والقز والنص وكل حيوانها وكل ثرواتها. اليوم يالت الناس كامله تقوم وتتفق بيناتها لانها راي مواطنين كامله وموكولين حقوقها ومعقموقه بالقوات وبالجيش وشي ما هو دار العشي ولا جاب لنا ما هو المنكر ولا السحار والسكره والحشيش والحقوق الانسانيه ما يفيد وكانت فيه ما يعدد النوع من المسائل ما سكتوا نهارهم ذاك مسائل وجابوا طيارهم الى فاتوا قتلونا الكافرين ما لنا جايينهم ما دراسين علينا تهجم علينا في ديارنا صاب لنا اولادنا ولا دافعوا عنهم ماتوا وعن اخواتهم وما يدوركم يدافعوا الانسان الصمالي يتحق مدافع. اليوم راني شاكي منهم شاكي ولا مش شاكي الحقوق الانسانيه. السلام عليكم ورحمه الله.